أهلا وسهلا بكم أعزائي الكرام في هذا الفيديو التوضيحي حول آخر مستجدات شان إفريقيا 2023 المقام بالجزائر. قبل الشان رئيس الفيفا يفضل المغرب ويصدم الجزائر. تابعونا لكي تتعرفوا على أدق التفاصيل. وكما هو معلوم لم تحظى مسابقة كأس إفريقيا للمحليين بالاهتمام الكافي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وذلك من النسخة الأولى لها في هذه المسابقة لحد اللحظة. وتبعا لذلك قرر إنفانتينو رئيس الفيفا حضور قرعة نهائية كأس العالم للأندية المقرر تنظيمها بالمغرب، والتي حدد لها التاريخ الممتد ما بين فاتح فبراير المقبل لغاية 11 من نفس الشهر. وقد تم التوافق على تاريخ 13 يناير كموعد لإجراء هذه القرعة، وهذا اليوم يصادف افتتاح بطولات إفريقيا للاعبين المحليين الشان. وبالرغم أن اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الرياضية وجهت دعوة إلى كل من رئيس الفيفا ورئيس الكاف من أجل حضور هذه القرعة، إلا أن رئيس الفيفا فضل الحضور في المغرب لإجراء قرعة مونديال الأندية عوض حضور حفل الافتتاح في الجزائر. وأخيرا أريد أن أقول أن الشعب المغربي والشعب الجزائري إخوة دون كرة القدم، وشكرا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى النهاية. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا، والسلام عليكم.